ما بين كاع هاد اليوتيوبرز اللي كاينين في الويب المغربي، ومن بعد هاد التطور اللي طرا في هاد البلاتفورم بالضبط من قبل الشباب المغاربه واللي داروا محتويات مختلفه. خلينا اليوم نعرفوا شكون هما احسن اليوتيوبرز في المغرب حاليا واللي داروا محتوى اللي شرف المغرب واللي بداو من الزيرو وقدموا محتوى مختلف تماما على اليوتيوبرز العاديين. والبدايه غتكون مع فاروق لايف، هاد اليوتيوبر اللي عنده واحد الجهد خيالي واللي في مده 3 سنين قدر يابلود اكثر من 568 فيديو لحد الساعه ويجمع اكثر من 1,700,000 مشترك حقيقي في القناه ديالو. هاد اليوتيوبر تخيلوا معايا ما كانش عنده فكره ديال صناعه المحتوى، بل انه كان فقط كيكتفي كديزاينر بعد اليوتيوبر المعروفين. معروف خاصك تبدا يوتيوب عندك كاع سكيلز، حيت ديجا كنت بديت كنصايب لي مينياتور بزاف اليوتيوبرز معروفين. قال لي علاش ما تبدا ديجا كتعرف تصايب مينياتور، كتعرف تيديتي، كتعرف توي، خاصك تبدا يوتيوب. وهذه المره الثالثه اللي حاولت نبدا يوتيوب في مارس والحمد لله شوف فين وصلنا. ولكن في 15 جوان 2019 فاروق غيفتح لاشين اوفيسيال ديالو اللي غادي يبدا فيها محتوى جديد على الويب المغربي اللي كتكلم فيه على اي حاجه دايره البوز في العالم. ومن هنا كنبغي نقول لك اي نيوز خرجات وما كنتي ما فاهمش، فبمجرد انك تدخل عند فاروق غتخرج فاهم بواحد الطريقه زوينه وسهله، وكيهضر بزاف د المواضيع منها مواضيع رياضيه سياسيه وحتى قصص بوليسيه. زايد ان فاروق كان غادي بمنهجيه كل نهار فيديو، ولكن فاروق ما حبسش هنا، فراه زاد طور من الكونتوني ديالو ولا كيقدر يدير حتى 2 فيديوهات في النهار وبعض المرات كيوصل حتى ل3 الفيديوهات. طبعا فاروق ماشي بوحدو، بل عنده فريق ديالو اللي كيعاونو، منهم اللي كيدير المونتاج، منهم اللي كيصايب مينياتور، ولكن فاروق هو اللي كيبان في الواجهه. الدور اللي عندي هما حيدان، زكريا وطوكسي. زكريا كيشد الفيديو كيقطعوه وكيقسموا 3 البارتيات، كياخذوا وحده وكيصيفطوا 2 للدراري الاخرين باش نسالوا الفيديو في وقت قصير بزاف وتوصلوا به في اقرب وقت. وكتجي مرحله اللي موراها ولا اللي قبل منها على حسب النهار فين كنصايبوا مينياتور اللي كيتكلف بها السي ريكاردو اي حاجه متعلقه. مؤخرا ولا كيدير لي زانترفيو مع شخصيات كبار ورياضيين محترفين واللي رابور وفنانه كبار وحتى لاعبي كره القدم كابراهيم دياز، عبد الحميد الصابري، ومؤخرا دار واحد الانترفيو مع جيرارد بيكي لاعب برشلونه السابق. وهذه ماشي شي حاجه سهله باش انه يوتيوبر مغربي يدير مقابله مع لاعب اسباني، فراه خاصك بزاف ديال الخدمه والهارد وورك. ندوزو اليوتيوبر الثاني بالنسنس اللي كيتعتبر من اشجع اليوتيوبر في العالم. هذا اليوتيوبر اللي جاب واحد كونتوني غريب وخطير، فتح لاشين ديالو في 1 جونفي 2018 واللي وصلت القناه ديالو حاليا ل1,900,000 مشترك، واللي مابلودي فيه اكثر من 100 فيديو اللي هما عباره عن مغامرات خطيره، واللي هو براسو ما كنصحش الناس يجربوها حقاش كيقول على راسو انه ماشي انسان عادي وكيمشي لشي بلايص اللي ما يقدرش شي انسان عادي يمشي ليهم. بحال كنمشى مؤخرا لمخابئ سريه تحت الارض، او انه كيدير فيديوهات على انه كياكل بعض الحيوانات بحال الافعى، الطوبه وراس الحمار. لحمو بحالو بحال الدجاج، لا فرق بين هذا وهذا الا وهذه اللي جاتني بالنسنس غير طالق علينا، اللي كيبان لي ان الكونتوني ديال بالنسنس حقيقي يكتبها لينا في التعليقات. سيب لي شي واحد بحال بنسنس ولا شي واحد اكثر من بنسنس. هاد الانسان اخويا راه ما يمكنش اش ترى في البشر حتى شفت، ما عمري شفت بحال هاد البشر واش عطى الاشاره ما غادي عنده تيجر لا بالحزق في حاجه. هذا دابا باش تعرفوا الدراري بنسنس ماشي بحال الاخرين شحال دابا كنجيروا بحال هذا الحماق هذا غادي تجمع شي صاحب ولا الحماق وتيبقى سمعتك باق الراق بنسنس يدير داكشي فهمتيني، تيبان لي داك تيدير داكشي هو هذا. ودابا غنتاقوا لواحد المحتوى مختلف تماما على داكشي اللي ذكرنا قبل، وهذا اليوتيوبر هو طه السلامي او الملقب بطه ايسو، اللي كيتعتبر من اوائل لي فلوغر في المغرب، اللي بدا لاشين ديالو في 2017 والقناه ديالو واصله حاليا اكثر من 2.5 مليون، واللي حاط فيها اكثر من 450 فيديو اللي كيبارطاجي فيها حياته الخاصه فين كيسافر البلايص اللي كياكل فيهم. سميتي سلامي طه بور الناس اللي ما كيعرفونيش، و جو سوي د كازا. دونك كنت درت واحد لي فيديو سور فيسبوك اللي تفاعلوا معاهم الناس بزاف وعجبوهم، واللي خلاهم انهم يصيفطوا لي دي ميساج باش يموتيفيوني انني نديفلوبي هادشي اكثر ديال لو بارطاج. دونك اليوم سي ديسيدي جو مي لونس سور يوتيوب. قفروا اليوم قفروا حل جبت لي الدرابو، جبت لي الدرابو غادي يتعلق الدرابو دابا تو سويت. مزيان قال لك ما كاينش درابو فين فين بلاصه بعيد هنا شو صرمواتي تبعد غادير اكثر منك. يلا بين لك سي زكريا الله يهديك صاحبي، سي زكريا الله يهديك صاحبي، تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بالرغم من ان طه ايسو من عائله ميسوره وكان قادر انه يستغنى على هادشي ديال اليوتيوب، الا انه يختار يبني حياته الخاصه كصانع محتوى، واللي حتى هو مؤخرا ولا كيدير فلوغات مع لاعبه كبار بحال ياسين بونو ويوسف النصيري وايوب الكعبي، فين كيطرح عليهم اسئله على كيفاش وصلوا للنجاحات ديالو.
اللي الصراحه كنستافدوا من بحال هذا المحتوى وما كرهناش نشوفوا دراري اخرين كيديروا بحال هذا المحتوى. ايوب الكعب يا وليدات اون بيرسون معنا شي مزيان يلا سالا لونطرينمون ديالو عطينا وقيته ان شاء الله اللي غندوزو معاه في الوقيته. مرحبا بكم. موجود ولا ما موجودش؟ موجود. مرحبا. كيب اون دريمين الوليدات ليستوار ديال هاد السيد غنستافدوا بزاف د الحوايج اليوم ان شاء الله. مشينا بابا. واخيرا احسن يوتيوبر في المغرب هو انا اللي كنحاول نقدم نصائح زوينه للدراري ونجيب لهم ديما الجديد. ولا كان عاجبكم المحتوى ديالي الدراري كنتمنى تتابعوني، فراه بهذه الطريقه كتزيدوا تشجعوني باش نزيد نطور من راسي. وشكرا لكم كاملين الدراري.